في يوم من الأيام كان في شاب اسمه كريم طالب مجتهد في كلية الهندسة. معروف بين زمايله إنه دايما جدي ومش بيهزر مع البنات خالص. في نفس الكلية كانت في بنت لطيفة جدا اسمها سلمى، خفيفة الدم، بتحب تضحك وتفك عن نفسها وسط ضغط المذاكرة. سلمى كل مرة تشوف كريم كانت تحاول تجذب انتباهه بالكلام أو النكت الخفيفة. تقول له مثلا: يا أستاذ كريم، ما تبص هنا شوية يمكن تلاقيني أحلى من المعادلات اللي في دماغك. أو تضحك وتقول: أنت أكيد بتحفظ قوانين فيزيائية بس مش بتحفظ قلوب البنات. كريم كان في الأول يتجاهلها ويبتسم بخجل ويمشي، لكن مع تكرار المواقف بدأ قلبه يلين ويفكر: هي ليه مصرة تكلمني كده؟ المفاجأة الكبيرة حصلت يوم الامتحان، لما دخلت سلمى اللجنة ولقت كريم واقف بيراقب كمساعد دكتور. هي اتصدمت وقالت في سرها: معقول دمي بمزح معاه هو اللي هيقف يراقب عليا النهاردة؟ لكن الغريب إن طول الامتحان كريم كان بيرمقها بابتسامة خفيفة، والأول مرة شافته مختلف عن صورته الجادة. وفي نهاية اللجنة وهو بيلم الأوراق مال عليها وقال بهدوء: على فكرة، انت بتضحكيني من غير ما تقصدي، بس المرة دي مش هعرف أساعدك تغشي، إنما ممكن أساعدك تذكري للمادة الجاية. سلمى فضلت تبص له بدهشة، وساعتها فهمت إن جمود كريم مش معناه قسوة، يمكن كان بس مستني اللحظة الصح عشان يفتح قلبه.